تنزل أسرة محمد الفقيه بدوار الكناسيس بجماعة المزودية التابعة لإقليم الشيشاوة بعد أن انتابت 5 من أفراد الأسرة حالة من الهيجان جعلتهم يقدمون على العبث بأمتعة المنزل ويحرقون البعض منها. صراخ وعويل استدعى تدخل بعض أقارب الأسرة الذين استنجدوا بالسلطات المحلية ليتم نقل محمد وأبنائه إلى مستشفى الأمراض العقلية بمراكش في محاولة لفهم الواقعة. مع العصر لقيت الغوات في الدار تيغوتوا تيزغرتوا تيقولوا سيروا حالكم واش بغيتوا عنا. وهذا الشيء اللي عطى الله. من بعد جينا طورنا لباهم قلنا يجي حل شوف كيفاش تيقولنا تحل عليهم تنجي. ملي جا حل عليهم بغا يحل عليهم تيقول لنا صور دابا نحل المشكل راسي المشكل ما تحلش. قلنا اللي يحل عليهم ولا نشوف واش نديروا العلم. ملي طلع واحد خوهم حل عليهم لقيناهم مساكن مكبتين هكا مجموعين راسهم عريانين وداك الشيء ما شاء الله خلاص. الطفيلات الصغار جبدنا الدراري الصغار جوج حيدناهم هما بقاو هكا يهرعوا علينا ويهربوا داك الشيء. خرجوا الشانتي دورنا لابيلانس جات لابيلانس داتهم لشيشاوة من شيشاوة ردتهم لمراكش من مراكش صيفطوهم مع السيفيل صيفطوهم سعادة عاودوا صيفطوهم السيفيل ردوهم باتوا في القيادة عاودوا هربونا تاني نهار الأربعاء خرجونا في الشتاء في الليل حتى 12 الليل ودخلناهم للدار. نهار الخميس داهم للسبيطار مازال ما شفناهم. الفحوصات الأولية أثبتت أن الأعراض التي ظهرت على أفراد الأسرة تفيد تعرضهم لمرض نفسي حاد، الأمر الذي استدعى إجراء بعض التحاليل أملا في فك اللبس عن حيثيات هذه الإصابة الجماعية. التحاليل مزيان كان صيفطناهم للسونتر اونتي بوازون وكنتسناو النتائج باش نشوفوا ياك ما كاينش شي تفسير ديال هذه الحاله باش نحاولوا نعرفوا شنو الاسباب اللي ادت لهذه الحاله. واش كلاو شي حاجه واش شربوا شي حاجه واش كاين شي تفسير لهذه الحاله المفاجئه. بالنسبه للوقت الحالي فالمرضى اللي عندنا في المستشفى الحاله ديالهم جيده وهما دابا مستقره وهم جيده وكيتناولوا الدواء ديالهم وملي غادي يجوا لنا التحاليل والحاله ديالهم تكون مزيانه راه غادي يخرجوا ويرجعوا للبيت ديالهم مع المراقبه الطبيه. الأب والابن غادر المستشفى لأن الهيئة الطبية المشرفة ارتأت أن حالتهما النفسية في تحسن مع الالتزام بأخذ الأدوية. ما جايب أخبار ما كنت أنا معاهم. الشيء اللي عطى الله هو هذا. لا داك الشيء كي كان باقي عيان كي داك الشيء اللي كان باقي. عطاوني الدواء عطاوني كل شيء. دابا أنا وليت بخير. حسيت براسي بخير. في انتظار التوصل بنتائج تحاليل عينات الدم التي أخذت من المصابين تظل حالة أسرة الفقيه فريدة من نوعها تنتظر أجوبة تفك لغزا حير سكان دوار الكناسيس.